تخيل بيت بيتبني قدام عينيك من ولا حاجة. كل اللي هنعمله صورتين وبرومت لكل حركة، والذكاء الاصطناعي هيتكفل بالباقي. لو انت مهندس او صانع محتوى او حتى عايز تكسب فلوس من صناعة المحتوى، الحلقة دي ليك. النوع ده من الفيديوهات بيجذب ملايين المشاهدات. يلا بينا نتعلم نعمله خطوة بخطوة. اهلا بيكم في حلقه جديده من اسرار الذكاء الاصطناعي. انا احمد ناصر، والنهارده هنعمل تكنيك التايم لابس. التكنيك ده محتاج حاجتين، محتاج لاست فريم وفيرست فريم. اللاست فريم بيبقى فيه الصوره كامله، لكن الفيرست فريم هيبقى فيه الصوره من غير البيت. طيب عشان نقدر نعمل الصور دي هنعملها ازاي؟ هنستخدم اي نموذج ذكاء اصطناعي زي شات جي بي تي، وهنقول له احنا عايزين درون شوت تمام للبيت، فعمل لي صورة حلوة جميلة. رجعت بعد كده قلت له امسح البيت وحمام السباحة وخلي الخلفية زي ما هي. شات جي بي تي اداني نتيجتين. تقدر انت تستخدم اي نموذج انت عايزه. يعني انا هنا في جيميناي انتربرايز عملت نفس الفكرة وقلت له امسح البيت، مسح البيت بالفعل. فاي نموذج انت تقدر تعمل ده بسهولة. التكنيك اللي احنا بنستخدمه هو الصورة الأولى والصورة التانية. عشان ندمج الصورتين دول مع بعض احنا هنستخدم أي أداة بتدعم الفيرست فريم واللاست فريم. هنستخدم فيو، لأن فيو فيها اوبشن مهم جدا هنقدر نعمل من خلاله التكنيك ده. احنا هندخل على فريم تو فيديو. تعالوا نجرب مع بعض حاجة أنا جربتها بالفعل، بس نجربها سوا. أنا هختار إطار العربية ده، كده انا قدرت ان انا ارفع الفيرست فريم واللاست فريم. هنحتاج اهم حاجة في العملية دي كلها وهو البرومت. البرومت عشان تقدر تكتب برومت احترافي استخدم شات جي بي تي، لان شات جي بي تي انا جيت هنا قلت له انا عايز فكرة تحول سيارة بشكل تدريجي باستخدام تكنيك التايم لابس. وتكنيك التايم لابس ده اللي هو كل حاجة بتحصل بسرعة زي البنى في تسلسل واحد بصري متصل. وقلت له الفكرة بالظبط، المشهد بيبدأ بان في اطار واحد وبعد كده بيتحرك بشكل ديناميكي وبعد كده بيتحول لمجموعة اجزاء في العربية، وبعد ما يتحول يبعدوا عن بعض ويقربوا من بعض وكأنها بتتجمع. تفاصيل اللي انا قايلها له كتير ومهمة، فبدأ ان هو يكتب لي البرومت. فانا جيت قلت له لا اكتبه لي جيسون عشان يبقى فيه الترتيب بالتايمينج بكل حاجة مظبوطة، متقسم ستيج مراحل. فتعالوا نجرب. الفكرة ان احنا نقدر نعمل اي مشاهد ايا كانت ايه هي. يعني فيزياء الحركة بقت متاحة في اي شيء. الحاجة دي او فيديو زي اللي احنا بنعمله دلوقتي من كام سنة كان مستحيل يتعمل، وعشان يتعمل عايز تقنيات رهيبة وعايز أجهزة عالية جدا. فإحنا هنا بنعمل موضوع في 5 دقايق والسلام عليكم. أي مشهد في خيالك أنت تقدر تعمله. فإحنا مش مجرد إن إحنا نقدر نبني بيوت بيه، لا، أنا عايز أقول لكم إن في قنوات على اليوتيوب بجد مستخدمة تكنيك التايم لابس في حاجات كتير وعليها ملايين المشاهدات. تعالوا نتفرج مع بعض. واو، زي ما انتم شايفين النتيجة يعني مش محتاجة كلام. انا مش محتاج اتكلم عن النتيجة يعني مش عارف، مفيش حاجة توصف القوة دي. قوة رهيبة. فاحنا هنا عشان نقدر نعمل بيت هنرفع الصورة الأولى وهنرفع الصورة التانية. يعني الخلفية هي بس البيت مش موجود. نقدر نعمل ده بأي موديل ذكاء اصطناعي، يعني شات جي بي تي أو جيميناي. الاتنين أنا جربتهم والاتنين مطلعين نتائج كويسة جدا. فهو الموضوع عشان نعمل فيديوهات احترافية احنا لازم نهتم بالبرومت.
كل ما بتقول تفاصيل لشات جي بي تي كل ما هيطلع لك برومت احترافي جدا. واهم حاجة عشان نقدر نعمل الفيديوهات بتاعت البنى اللي هي دي، ان احنا بنقول له انا عايز اعمل بيت بتكنيك التايم لابس واستخدم معدات حقيقية بحيث ان البنى يكون واقعي جدا، وبنرفع لشات جي بي تي الصورتين. فشات جي بي تي فهم انت عايز ايه وبقى معاه الصورتين بالفعل، فبيديلك برومت احترافي جدا تقدر تعمل بيه اي حاجة. انا يعني وانا بعمل الحلقة انا كنت عمال اعمل في بيوت، طب ما هو البيت اتبنى وجميل وبعدين فجت في دماغي فكرة العربية. انا طبعا عامل تجارب قبل كده بس عشان اشوفها معاكم النتيجة حلوة جدا. تعالوا نجرب مع بعض حاجة. انا عايز اوريكم مثلا فيرست فريم مثلا. ده البرومت بتاع الحلقة. وهنرفع صورة البيت فيرست فريم اهي، وهنيجي نرفع الصورة التانية. بقى عندنا الفيرست فريم وعندنا اللاست فريم بيتعمل له ابلود دلوقتي، فبقى معنا اللاست فريم. كل اللي هنعمله ان احنا هندوس على السهم ده. طبعا تقدر تغير لو انت عايزه ريل او عايزه بورتريه على حسب المقاس اللي انت عايزه. عايز تطلع اكتر من نتيجة تقدر تعمل كده. تقدر تغير النماذج بس استخدم الفصل لان هو ارخص واحد بياخد 20 كريدت. ونجرب مع بعض. يعني انا عايز اجرب اشوف النتيجة مرة تانية لان انا عملته بالفعل فممكن يطلع نتائج حلوة. التكنيك ده مفيد للفيديوهات في حاجات كتير جدا لان هو بيخطف العين. فاتمنى يا رب يكون الحلقة مفيدة وانتوا استفدتوا معلومات. ولو في اي حاجة انتوا عايزين تسألوا عليها او حاجة وقفت معاكم ابعتولي في الكومنتات على طول. تعالوا نتفرج كده سوا. النتيجة مختلفة. بس هو غير احيانا النتائج ما بتكونش دقيقة جدا، فاحنا بنجرب مرة واتنين. انا بتاع تكنيك العربية انا عدته مثلا بتاع 3 مرات او 4 مرات. يعني الحلقة دي احنا لازم نقعد نعمل نتيجة ونتيجة ونتيجة بحيث ان احنا نطلع في افضل نتيجة في الاخر. اتمنى تكون الحلقة مفيدة واشوفكم الحلقة الجاية.